بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. احنا اتكلمنا قبل كده عن الصدمات، مراحل الصدمة، واتكلمنا قبل كده عن الفرق بين التعافي والنسيان. فاحنا عارفين كويس قوي انه لما بيحصل لنا صدمة بيبقى في مراحل وهناخدها لغاية ما ان شاء الله نقدر نتعافى منها. بس في حاجات بقى بتعطل التعافي ده شوية. زي ايه؟ زي الإنكار، ودي أول مرحلة من مراحل تلقي الصدمة. كلنا أول ما بيحصل صدمة في حياتنا بننكرها، يعني لو بعد الشر مثلا حد توفى، لو حد حصل طلاق، لو حد اترفد من الشغل، لا، أي حاجة، اوكي، بيحصل حالة انكار. واحنا قلنا دي اول مرحلة. المرحلة دي لما تزيد قوي وقتها بتعيق التعافي، بتعيق طبعا لان هي بتاخد وقت طويل قوي، فبتعيق ان انت توصل لمرحلة التعافي. انا لا، مش قادرة اصدق انه فلان توفى، مش قادرة اصدق ان ابويا توفى، مش قادرة اصدق ان جوزي طلقني، مش قادرة اصدق ان انا بقيت من غير شغل، مش قادرة. في انكار، انا رافضه. فالانكار ده دايما بيعطل انك تروح للمراحل الاخرى علشان تبتدي تتعافى. الحاجة التانية برضو اللي بتعطل قوي التعافي الكذب. يعني ايه الكذب؟ الكذب مش بس على الناس، الكذب على نفسي. هي يعني احيانا بيبقى فيها جزء من الانكار، بس في كمان احيانا بيبقى كذب على نفسي وكذب على اللي حواليا. يعني مثلا واحده جوزها طلقها لاسباب معينه او اتجوز عليها، اوكي، فهي تقعد تقول لنفسها لا 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 لا، اصلا انا زي الفل، وهو لا، هو هيرجع لي، هو كده كده هيرجع لي، هو هيلاقي زي فين، هو راجع لي. او تقول لصاحبتها لا طبعا هو ما حصلش انه اتجوز عليا، لا 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 خالص، لا ما حصلش انه احنا سيبنا بعض، لا ما سيبناش بعض، احنا مع بعض، احنا بس يعني شادين مع بعض شويه. فاهمين اقصد ايه؟ الحكايه دي الكذب على النفس وعلى المقربين اللي حوالينا. هي في جزء منها نوع من انواع الانكار، بس احنا بنقول معلومات مش حقيقية تخلينا احنا نصدق انه الكلام ده ما حصلش. يعني حتى بنكذب على نفسنا انه الموضوع ده لا ما حصلش. اذا فالانكار والكذب الاتنين دول بيعيقوا جدا الوصول لمرحلة التعافي. فخلونا يعني نحاول دايما نبقى صادقين مع نفسنا، عارفين ان احنا هناخد مرحلة الانكار دي، بس يا ريت نبقى اكثر واقعية، اوكي، وما نخليش هذه المرحلة تطول قوي معانا علشان نقدر نوصل لكل المراحل، عشان في الآخر نقدر نتعافى ونتعايش في العالم الخارجي، ونتعايش مع نفسنا ونتعايش مع ظروفنا بشكل إلى حد ما طبيعي. لو قدرنا نعمل كده إن شاء الله حياتكم هتبقى سكر. معاكم سكرة التنمية البشرية هلا سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.